هو أنا إزاي آخد قرار صح في حياتي؟ دايمًا بتعدّي عليَّ قرارات باحس فيها إن أنا قلقان فيها وما باعرفش أقول لأ خالص، بحيث إن أنا ما أجرحش مشاعر اللي قدامي. لا يا حبيبي، أنت تقول لأ وتقول لأ وتحط صبعك في عين الصغير. قُل لأ للحاجة اللي أنت مش عايزها، ما تراعيش عقول الآخرين خالص، أنت مالك ومال شر الآخرين. قُل لأ، قُل لأ لأي قرار يأذيك أنت عشان ما يأذيهوش هو. قُل لأ لأي حاجة تيجي لك غلط أنت مش فاهمها. قُل لأ لأي حاجة أنت مش فاهمها. قُل لأ، قُل لأ لأي حاجة. أنت مكسوف، ما أنا عارف إن أنت مكسوف والله. قُل لأ للقرار الغلط. أنا عايزك تاخد القرار وتبقى أنت صاحب القرار، ما تخلّوش هو يسيطر عليك بقراره، وهو يقول لك لا، وهو يقول لك غلط، وهو يقول لك لأ، ما فيش الكلام ده. لأ، المفروض أنت اللي تاخد القرار، مش هو اللي ياخد القرار مكانك. المفروض أنت اللي تاخد القرار أصلًا. القرار هو مش بتاعه، بتاعك أنت القرار. مالك يا عم في إيه؟ القرار بتاعك. خُد قرار صح، خُد قرار غلط، اغلط ومرتين و3 و4 لحد ما تستفاد، لحد ما تتعلم من الدرس. فالحلقة دي كانت قصيرة كده، يعني إيه، توعية مثلًا كده. فلو أنت نصحت حد هنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، ومع السلامة. سلام.